هلا صباح الخير. نروح نتسوق. هلا يا بنات، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. اليوم راح اخذكم وياي، راح اسوق مسواق بسيط اشارككم جزء من تفريزاتي لهالشهر. لا تنسوني بلايك اشتراك بالحساب حتى يوصلكم كل شي جديد انزله ان شاء الله. بالبداية اشتريت تقريبا نص كيلو من اللحم الغنم، قطعته على شكل مربعات، خليت وياه شوية ليا، راح تكون هاي طبخة القلية. قطعت لحم شرح بشكل طولي ويا شوية ليا، راح هذا يكون تقريبا للقص. راح اخلي عليه بهارات قص، ثوم مهروس بس اقليه وخليته على جنب. بعدها راح اسوي باسطرمة. راح اخذ تقريبا 3/4 الكيلو من اللحم المفروم، راح اخلي عليه بهارات الباسطرمة، 5 حبات من الثوم مهروسة وشوية من الملح. اهرسه يعني اقلبه كل زين حتى يتجانس عندي البهارات. خلوكم من البهارات زينة، طعمه كلش طيب. راح اخلي بكاسة تجميد على شكل مربع متساوي. راح افرده بالشيبك حتى ياخذ عندي لاين واحد. من اريد اطلعه اخليه يحل مدة 5 دقائق، بعدها قطعه على شكل مربعات واخليه بالطاوة، اقدمه ويا البطاطا او ويا الطماطة، كلش طيب لازم نجربوه. هنا انا راح افرز عندي حبتين من الدجاجة، قطعتها من الوسط، غسلتها بالمي والملح ونقعتها شوي حتى تذوب زفرتها. راح اتبلها همينة كل زين بالبهارات، راح اكتبها جوا بصندوق الوصف. هي بابريكا وكاري 7 بهار وشوية سماق وخل وملح. راح اتبلها كل زين من كل الجهات وبعدها اخليه. طبعا خليت اخر شي دبس الرمان، اذا حابين تعرفون التتبيلة كل زين راح اكتبها جوا بصندوق الوصف، او ممكن تتابعوني بالانستغرام، راح اخلي الرابط جوا. راح انزل بيه كل الوصفات ويا المكونات. راح اخليها بكاسة تجميد، راح اخلي كل نص دجاجة بوحدة، احنا عائلة صغيرة ما نحتاج اكثر من نصف. ان شاء الله هاي راح تكفيني شهر، لانه اني جايبة من عداء سمك، وممكن ايام راح نسويها نباتية. والله بس هاي كانت تفريزاتي لهالشهر، ان شاء الله عجبتكم. بالنسبة للغدا راح اسوي غدا سريع. راح اقطع صدر الدجاج، راح اسوي كاسادية دجاج، طعمه كلش طيب، لازم تشوفوه وتجربوه. دجاج بأسهل طريقة، كلش طيب بنات، لازم تجربوها، يذوب بالحليب وسهل وسريع، ما اخذ بيدي غير 10 دقايق وكمل العشاء. ان شاء الله يعجبكم تستفادون منه. بالبداية خليت ملعقة من الزبدة على نار كلش مرتفعة، خليت عليه صدر الدجاج بعد ما قطعته بشكل طولي. لازم تعلون النار حتى يبقى طري وما يذب السوائل وياخذ لون من كل الجهات. خليت عليه بابريكا، كمون، 7 بهار. بعدها خليت عليه شوية من البصل وشوية من فلفل الألوان، وإذا ما متوفر فلفل أخضر. بقيته 5 دقائق يتسبك ويستوي بصورة كاملة. راح استخدم خبز التورتيلا للسهولة. خليت شوية من صدر الدجاج، بعدها راح اخلي عليه جبن، اي نوع جبن انتو حابين، كثروا جبن ينطيها طعم كلش طيب. خليت شوي من القشقوان، شيدر وموتزاريلا، راح اكبسها بالكابسة. ممكن تسووها على الطباخ بكل سهولة بأي طاوة حامية، تمسحوها بشوية من الزيت من أعلى وترجعون تقلبوها، وبعدها قطعتها وتقدم. طعمها كلش طيب. لا تنسون اللايك والاشتراك بالحساب، ومع السلامة. بعدها طلعنا حتى نونس الجهاد. ان شاء الله عجبكم فلوق اليوم. لا تنسون تتابعوني وتشتركون بالحساب. مع السلامة.